وشوف رد فعل الناس. لو لقيت 10 معاك من الجمهور يبقى انت الكسبان. ما انت كنت معاه وقتها يا كابتن احمد، يا كابتن احمد، ما انت كنت معاه وكنت بتدافع عنه، وده افضل رئيس نادي، حضرتك كنت بتقول كده ولا ايه؟ ولا انت نسيت يا كابتن احمد؟ كابتن ايمن يا يونس، ما حضرتك كنت في فتره من الفترات بتقول ان ده افضل رئيس نادي موجود. كابتن يا ميدو، حضرتك كنت بتقول ان ده افضل رئيس موجود يا كابتن ميدو. في ايه يا كابتن ميدو؟ في ايه يا اخويا منك ليه؟ في ايه يالا؟ في ايه؟ لما تعدل الكلام بقى يالا بقى، ولا اعدل الكلام. وكان وقت ما نطلع نتكلم يا متزاملك، بقينا متزاملك يا متزاملك، متزاملكين. لكن هما ما يطلعوا خلاص كده بقى. انتوا لسه فاكرين ان الكلام ده اللي احنا عمالين نهاتي فيه من سنتين، لسه فاكرين دلوقتي ان هو ده فعلا حقيقي؟ طلع لك كابتن خالد عبد اللطيف، كابتن خالد عبد اللطيف بيقول لك يعني هو جت على انا يعني يا جدعان، يا جدعان هو جت على انا يعني، جت على انا. هو انا لو مشيت يعني هحل الازمه؟ وانا لو مشيت يا جدعان هو انا اللي هحل الازمه؟ هو انا الازمه يعني اللي في النادي يا كابتن؟ يا جماهير نادي الزمالك، هو انا يعني خلاص جت على ارمت يعني؟ ولو مشيت هو انا مشياني يعني اللي هيحل الازمه؟ ما هو سياده المستشار كان قاعد ومحدش قادر يتكلم، لكن لما ماشي بقى خالد عبد اللطيف هو الازمه. جدع جدع، انا مبسوط والله العظيم. كابتن خالد الغندور قاعد امبارح اقسم بالله قاعد مبلول، اللي هو مش عارف يقول ايه اصلا. هيهاجم شيكابالا هيتلسوع وهو عارف، عشان كده شد الكلمتين لما قالوا ما مشد الكلمتين على طول. لكن علشان السكريبت محطوط قدامهم، فبالتالي ما حدش بقى ايه عنده جرأة انه يتكلم. ما حدش عنده جرأة يتكلم، عشان ايه؟ لو اتكلموا من مين؟ من رئيس النادي رئيس النادي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. ونيجي نطلع نقول الكلام اللي هم بيقولوه دلوقتي، يطلع يقول لك انا متزاملك. اهو يا سيدي الكلام ما جاش من عندنا احنا، سمعت على الله نفهم. والموضوع بقى موضوع فتوح. تعالى فتوح. ومش عارف ابدا الموضوع ازاي والله. لا لكن فتوح مش بيهدد ان هو مثلا يروح يفسخ تعاقده مع نادي الزمالك من اتحاد الكوره. لا، هو بالفعل تحرك لفسخ تعاقده مع نادي الزمالك وواجهته المقبله على النادي الاهلي، سواء مباشر او كوبري امن على فتوح يا سياده المستشار، امن على فتوح، ما حلتناش غيره هو زيزو. كده نكون وصلنا لنهايه كلامنا، ويا ريت تقول لي وجهه نظرك الشخصيه على هذا الكلام. ولكن ما تنسوش اللايك يا جدعان، انتوا مقصرين معانا جامد قوي والله، ما هي قصرين جامد قوي قوي قوي. وكده نكون وصلنا لنهايه كلامنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.